تعالى اقول لك ازاي تخلي صورك كلها 3D ببرنامج كاب كات. زي ما انت شايف كده صور احترافية جدا. تابع معايا الفيديو الاخير. بس قبل ما نبدأ اي حاجة انزل تحت في الكومنتات صلي على النبي ولايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس اوصلك كل فيديو جديد. ويلا بينا نخش في الشرح على طول. هنفتح كاب كات زي كده ونضيف الصور بتاعتنا زي ما انت شايفين كده يا شباب. وبعد ما نضيف الصور بتاعتنا زي ما انت شايفين كده يا اخواتي هنبدأ ان احنا ندوس على اول صورة مثلا زي كده. هندوس على كلمة ستايل اللي في النص دي وهنمشي كده على اليمين. وهيفتح معانا الافكتات دي كلها. طبعا احنا عايزين الفلتر اللي هو بيديك 3D للصورة بتاعتك. هنمشي كده على اليمين زي ما انتم شايفين كده. هنفضل نمشي زي كده. هتختار الفلتر اللي انا معلم لك عليه ده. هتلاقيه اسمه 3D زوم برو او اللي عليه بنت ده اعلم لك عليه على طول. وبتستنى الفلتر يحمل معاك لغاية ما يوصل 100%. هتلاقي الصورة اتعملت معاك على طول زي ما انت شايف كده. طبعا انا عايز اعمل على صورة تانية برضه. هندوس على نفس الفلتر زي ما انت شايفين كده. اهم حاجة تمشي معاك خطوة خطوة عشان تخلي صورتك 3D زي ما انت شفت انا عامل ازاي. وهنجرب تاني في اخر صورة اللي هي الصورة التالتة دي مثلا. بعد كده اوريكم كل الصور. هندوس برضه على الفلتر زي كده. هنستنى اهم حاجة ان الصورة تحمل زي كده عشان الفلتر يبقى معانا مظبوط. واول ما الصورة تحمل زي كده بتلاقي ان الصورة بتاعتك قلبت على طول 3D على طول. مفيش اي مشكلة خالص. ودي هتكون الصور بتاعتي اللي انا عملتها كلها. ودي الصور اللي انا عملتها كلها زي ما انتم شايفين كده. بصوا الفلتر 3D على طول. بص هيخلي صورتك في عالم تاني لوحدها خالص. اهم حاجه كنت متابعش معايا الشرح للاخر. وبس كده دي هتكون نهايه شرح فيديو النهارده. ما تنساش تدعمني بلايك او اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد ينزل هنا على القناه. لو عايزين شروحات تانية اكتبولي تحت في الكومنتات وهعملها لكم في الفيديوهات اللي جايه. وان شاء الله استنوا كل يوم فيديو الساعه 2:30 والساعه 5:30 بتوقيت مصر طبعا. ويلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.